الحسين رحمه الله الذي تحدث قائلا: بسم الله الرحمن الرحيم. هذا شيء عظيم ومفخرة لنا جميعا أن نزوركم في هذا الموقع الطيب، وإن دل على شيء فإنما يدل على تقدمكم وتميزكم. تبارك الله فيكم جميعا، يعطيكم الصحة والعافية. وأترك الميكروفون إلى أخي الملك عبد الله ملك المملكة العربية السعودية، الله يعطيه الصحة والعافية. أشكرك. بسم الله الرحمن الرحيم. إنها لمناسبة طيبة أن نكون اليوم في هذه المدينة العزيزة على قلوبنا، وحنا وايد مستانسين في هذا البلد، وواجد مستانسين أن نكون في صحيفة بانوراما وموقع بنت. بارك الله فيكم. واترك الميكروفون لأخوي عمر البشير. أشكرك صاحب الجلالة خادم الحرمين. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا أهيئ كل زول وكل ست وكل سيدة عبر موقع بنت وصحيفة بانوراما أننا باسم السودان وباسم أهل دارفور نحييكم في هذا اليوم المبارك، ونشكركم شكر كله مليان سكر. وبهالمناسبة الطيبة لقد قررنا أن نزوج كل شباب مدينة الطيبة ومشاهدي موقع بنت فتاة سودانية مجانا، وإن شاء الله تنال القضية على إعجابكم، وهذه الهدية على إعجابكم جميعا. مشاهدينا الأعزاء، يبدو أن القذافي يستعد الآن لإلقاء كلمته الآن. شيل الضوء والأضاءة. والأعزاء، هذا يوم عظيم، يوم مبارك أن نكون في صحيفة بانوراما وموقع بنت في مدينة الطيبة اللي أول مرة نزورها، باسم ليبيا وباسم الشعب الليبي العظيم وباسم القيادات العربية والشعوب العربية وباسم كل الإنسانية والإنسان المقهورين على وجه بسيطة. نحييكم ونحيي أستاذ بسام وكل القائمين على هذا الموضوع. أشكركم، بارك الله فيكم جميعا. وأترك الميكروفون أخوي عمر الرئيس مبارك. شكرا أخوي سيادة العقيد. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد سعت مصر إلى دفع مسيرة السلام، والموضوع ده أنا عايز، مش عايز هتكلم باللغة العامية بقى عشان الكل يفهمني. أنا عايز أقول إن إحنا سعداء جدا نكون اليوم النهاردة في مدينة الطيبة، ودي مدينة اسمها على كاسمها زي ما بقولوا، حاجة جميلة واستقبال باهر. احنا بنشكر شركة رويال الصناعية التجارية اللي نقلتنا بطيارة خاصة من الخليل لمدينة الطيبة، وإن دل على ذلك إنما يدل على مساهمة الجميع في رفع الظلم على الشعب الفلسطيني. واحنا حكينا واتكلمنا في الكلام ده كتير، وقلنا ان احنا في مصر داعمين لمسيرة السلام، وان احنا مع سلام يجمع اسرائيل بالشعوب المنطقة كاملة، لكن ضمن وفي اطار اللجنة الرباعية وقرارات مجلس الامن. وانا عايز اشكر اخواننا كلهم، وانا اترك الميكروفون لاخويا عبد العزيز بوتفليقة الرئيس الجزائري. أشكرك فخامة الرئيس. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا يوم مبارك ويوم نحن سعيدين به بزاف، ونقول لكم مشاهدي موقع بنت أننا نحبكم بزاف. وكلمة بزاف بالجزائرية يعني كثير، كما يقول لنا أو يقولون إخواننا الإخوان في الكويت يعني وايد، ونحن نقول في الجزائر بزاف. إننا في الجزائر شعب المليون شهيد نبعث بتحيتكم، تحيتنا لهذا الشعب العظيم وشعب فلسطين العظيمة وفلسطين التاريخية، والله يحفظكم والسلام عليكم. أترك الآن الميكروفون إلى أخي العزيز الرئيس، طبعا على غالي على قلوبنا جميعا، الرئيس الراحل ياسر عرفات رحمه الله. بسم الله الرحمن الرحيم. وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة، وعدا من الله إن الله لا يخلف وعده. وعدي يا أهلي ويا ربعي، أحييكم في هذا اليوم العظيم. هذا هو شعب الجبارين. أنا مش قلت لكم يا إخوانا؟ هذا هو شعب الجبارين، ومعا وسويا حتى قيام الدولة الفلسطينية
وعاصمتها القدس الشريف، مدينة السلام، مدينة السلام، مدينة السلام. مشاهدينا، أيضا الرئيس العراقي الراحل صدام حسين وصل إلى الموقع وإلى صحيفة بانوراما وموقع بنت. بسم الله الرحمن الرحيم. ترى حنا سعداء كثير، سعداء بهذا اليوم الطيب المبارك اللي نلتقي فيكم عبر هذه الشاشة الصغيرة لنحيي جماهير شعبنا الفلسطيني في عام 48 وعام 67 وموقع بنت القائمين عليه. تحية لكم اللي طلينا من خلال شاشتها الصغيرة عليكم، ونقول لكم النصر قادم بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله. أيضا مشاهدينا،